ازاي تحضر نفسك قبل ما تتفرج على ماتشات كاس العالم؟ انا يوسف التهامي العويل. على قد ما تقدر حاول تمتع عينك بشويه كوره نظيفه، عشان هو شهر واحد وهترجع بعد كده تتفرج على القرف اللي بنشوفه عندنا. مبدئيا كده انسى بقى شغل القطايف واللطايف وشغل السمنه البلدي ده، ونضف ودانك بشويه مذيعين مثقفين وبينطقوا صح وما بيستظرفوش وما بيعملوش لازمات على الفاضيه وعلى المليانه. انا عارف ان انت بتحب الوحده التاسعه، بس معلش استحمل لما تشوف اللقطه من كذا زاويه، واستوعب ان الدنيا مليانه كاميرات 4K. الفار هناك ما فيهوش بركه زي عندنا، اقل من دقيقه والقرار بيتاخد، لكن احنا الفار عندنا بيحتاج شوط اضافي عشان نقرر فيه. هتشوف استوديوهات تحليليه مليانه من نجوم العالم كله بتتكلم في الكوره بس، فقرارات تحكيميه ما فيهاش تحيز لحد الا للدول العربيه مبلوعه. اعمل حسابك انك هتظبط مواعيدك على ماتشات طول الشهر مش يوم السبت بس. فضي دماغك لاغنيه كاس العالم اللي هتفضل تسمعها طول الشهر، بس للاسف من غير شاكير. اشتراك شخصي عشان تتفرج على البطوله ب 2000 جنيه ومالها القهوه. من الاخر مفيش حد فينا مش زعلان ان احنا ما وصلناش كاس عالم، بس اراهنك بعد ما تتفرج عليه هتحمد ربنا ان ده ما حصلش، عشان احنا مرهقين قوي الفتره دي. لا قوي، بس ان شاء الله نبقى موجودين في اللي جاي. وسواء بقى وصلنا كاس عالم او ما وصلناش، الحاج عامر حسين هيأجل ماتشاته عادي. اكتب لي تحت في الكومنتات ايه اكتر حاجه انت متحمس ليها في كاس العالم اللي جاي.